في مكان زي دبي درجة الحرارة فيه 50 درجة مئوية، يعني لو وقفت في الشمس اللي احنا واقفين فيها دي أكتر من 3 دقايق تتحرق. هقول لك مثال على الكلام ده، تعالى كده، شايف الراجل ده كان أبيض الصبح، الراجل ده كان أبيض الصبح. المهم لو انت حبيت بقى تشرب القهوة بتاعتك في منت الا منت جوه القطب الجنوبي ودرجة الحرارة -6، هل لو انت موجود في دبي تقدر تعمل كده؟ دلوقتي هنشوف تجربة جديدة من نوعها. هل عسل بتاع العسل لو اتحط في -6 يتجمد او يحصل له حاجة ولا لا؟ وقطعنا التيكت اخيرا، هيجهزونا دلوقتي. المكان دخلته دخلة عاملة زي الكهف بالظبط. هنا بيجهزوك يا معلم عشان لو انت دخلت بنص كم زي حالاتي كده هتتجمد. درجة الحرارة -6 يا جدعان. ادي الجواكت اهي، يلا بينا كده. بص الجاكيت حسسك ان انت داخل على الاسكيمو، مش عارف ايه اللي بيحصل او ايه اللي هيحصل جوه، بس على الله الحكايه يعني. وادي الجلافزات اهي يا معلم، صوف عشان صوابع دي بقى عم احمد. حاضر حاضر يا عم، بس استنى بس نلبس بس البتاع ده. هو ماله صغير كده ليه يا عم؟ فزنا بقى وكاننا داخلين على حاجه الله اعلم ايه اللي هيستنانا جوه. بتاع دي بتتقفل ولا ايه؟ جاهز؟ جاهز يا معلم. يلا بينا. استر يا رب. انا حاسس اصلا ان انا يعني داخل ثلاجه. انت داخل ثلاجه والاصوات هنا عاليه قوي ولازم تعلي صوتك. قطب جنوبي، انت هنا في قطب جنوبي، بس قفل الاضاءات دي بقت الدنيا كحل. بس انا عايز اخش جوه، متحمس جدا وفي نفس الوقت اوبا جدعان. انت شايف حرفيا انت دخلت جوه ثلاجه كبيره بكل تفاصيلها، سامع حتى صوت المواتير الموجود. شايف البخار؟ يلا شايف البخار انت كمان. انا خايف الاقي سمكه تونه داخل الثلاجه ولا حته لحمه مركونه على الرف. دلوقتي بقى الناس دي عاملين شكل ان احنا كاننا في ثلاجه وصوت مواتير عالي يحسسك ان انت في الاجواء والدنيا خربانه. بس انا الصراحه مش مصدق موضوع الثلاجه دوت. ده مثلا تمثال على شكل غزال بري او مناحل، ما تعرفش شكله عامل ازاي. بيقولوا ان هم نحتينه من التلج، فانا عايز اجرب. انا عايز اقلع الجلافز كده. هو الجو ساقع شويه، هو بلاستيك مثلا وعاملينه في شكل تلج بتاع. يا نهار اسوح، تلج والله. تلج والله. بان عليه يا اختي ما بيسيحش ليه؟ ما بيسحش ايه؟ ما هو في ده كله بقى عشان يحافظ على درجه حراره الغزاله دي ما تسحش. حتى العسل بص كده، لو حطيت العسل هنا، برطمان العسل بيعمل ايه؟ بيجري لوحده. كله بيجري لوحده يا معلم. انا مش عارف ولاد الذين دول عملوها ازاي. حتى الجيتار قاعده كامله بص كده. حاسس ان انا بالقعده دي واللبس ده والمكان ده ان انا زعيم الفايكنج، زي ما سمعت كده زعيم الفايكنج. الاجواء مجهزه لكل حاجه. تاخد شويه صور، شويه فيديوهات، شويه مشروبات جامده التنين. كان هنا مجهز بالكامل ان انت تقعد تشرب فيه قهوتك. ايه ده يا ابني؟ يبقى قهوتك يا معلم، تتبسط، تطلع من درجه حراره 50 تخش في -6 على طول. الكلام على موت. حتى الكراسي انا هنا بص، يا قوه الله. انا رقم 1 في كوكب الارض. يا عم اللي انت بتعمله جو دراما. مش عارف الصراحه، حبيت ان انا اجود يعني. دلوقتي درجه الحراره في المكان -6. العسل قوامه تقريبا بدا يتقل. لو تاخدوا بالكم هو كان بره في الشمس او في الحر اخف من كده بكتير جدا، لان ده عسل زهور. دلوقتي بدا يتقل شويه. هل هيجمد ولا لا؟ ادينا مستنيين لغايه اخر التجربه، نشرب مشروباتنا، نشوف الكلام على ايه، وفي اخر الفيديو اوريكم العسل سكر ولا لا. بمناسبه بقى موضوع السكر، لان احنا فتحنا موضوع مهم جدا وقلنا 100 مره ان ظاهره التسكر في العسل هي ظاهره طبيعيه، يعني ممكن تحصل في العسل سواء طبيعي او مغشوش. يبقى اذا هي ليست دليل على شيء، ولا دليل على الجوده، ولا دليل على الغش. يعني من الاخر ده مسكر ولا لا؟ يا عم ده سواء هيسكر او مش هيسكر هنشوف دلوقتي. بس اللي انا اعرفه ان هو قاعد على تلج. العسل قاعد بص بيتزحلق ازاي. هتخلينا قاعدين مستنيينه نص ساعه. انت وراك حاجه؟ بس خلاص ادينا قاعدين. عارف ناقص ايه يا عم احمد؟ ايه؟ شويه جمبري وشويه سمك. والله تصدق فعلا ناقصه شويه جمبري وشويه سمك كده، ونعمل لنا نصبه سمك هنا وجمبري ونبيع احلى بيع. بص ادي المول بره اهو يا جماعه. سمك بتاع العسل. سمك بتاع العسل، والله فكره مشروع حلو. بص بره كده، ده المول العادي، يعني ده المكيف بس، التكييف العادي شغال فيه. بره درجه الحراره 50. انت هنا كل ده تلج. اقعد يا عم احمد في حته بقى. يا عم لو قعدنا هنموت، لازم نتحرك. فكر انزل ضغط. انت يا عم انت عشان انت يا عم عشان تصدق سخنت.
عاش عاش زياد. اوبا اوبا. ما انت بتروح الجيم. الغريب في الموضوع ان انا كان حلم من احلامي ان انا عايش في بلد قطبيه. بجد ها والله. والله العظيم. بس مبسوط؟ لا. انت فين؟ اتاخرت ليه يا اسطى؟ اتاخرت ليه يا اسطى؟ اتاخرت ليه؟ احنا بنموت بنموت. دلوقتي بقى المفروض ان احنا ننزل لنا تكه، حاجه زي تكه كده بيسخنوها في المكان اللي احنا فيه على شمع عشان تفضل سخنه. هو شوكليت از ويلكم درينك يعني. ده كده ايه قعده الكافيه. طبعا ريحه الحاجه الصراحه حلوه جدا. بسم الله. على الثابت جامد. فيك. على الثابت بجد والله. بسم الله. والله ما عارف افتح. سكر ولا لسه؟ لسه ولا سكر ولا حصل له حاجه. تقل بس. يبقى العسل مش اصلي يا معلم. ماشي. هو العسل مش اصلي. اريحك. هو العسل مش اصلي. بص بص بص. هوب. يا سلام يا سلام. ولع الدنيا والله. تستاهل. ابشر. والله يا جماعه اي حاجه العسل ده بيحلي ايامي. نهايه الفيديو بعد ما دقنا كل حاجه، التجربه اول جميله، بس ما ينفعش تتعمل غير مره واحده عشان انت مش هتستحمل تيجي مره تانية حتى لو انت قاعد في درجه حراره 50. احنا مكملين شويه لغايه اما نخلص التجربه كامله. العسل موجود في التلج، هنشوف هيوصل لغايه فين، ولو سكر هسيب لكم في الكومنتس. يومكم جميل، ما تنساش لايك وشير. سلام.